من الجزائر وروسيا لا يخفيان طموحهما إلى إعطاء ديناميكية جديدة للشراكة الاقتصادية بينهما، ويبدو أن الجانب الجزائري قد حدد بالفعل المجالات المستهدفة التي يرجح أن تشهد زيادة في وتيرة التبادل بين البلدين بموجب وثيقة الشراكة الاستراتيجية المعمقة، وهي على وجه الخصوص الزراعة، الصناعات الغذائية، المعادن والمنتجات الصيدلانية، ناهيك قطاعات الصناعات العسكرية والطاقة النووية السلمية. المرتقب من الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الجزائر وروسيا هو حتما مزيد من التشابك في العلاقات والمصالح، ومزيد من التنسيق على المستوى الثنائي وضمن الفضاءات متعددة الأطراف إقليميا وعالميا، وإن حافز تحصيل مزيد من القوى والمكانة إقليميا وعالميا سيشكل دافعا آخر لكليهما نحو تسريع تنفيذ مضامين وثيقة الشراكة الجديدة.